يلا يا زنزي، في مشروع خطوبه عندك هنا. في مشكله نمره 2، مشروع خطوبه. انا مش عارفه ايه مشروع خطوبه ده، بس ماشي. مشروع خطوبه، بس هو اصغر مني ب10 سنين. هو بيحبني قوي، بس في نفس الوقت ساعات بحس ان انا بوجهه زي مامته، وده مخلي مامته مش طايقاني، اللي هي مامته هو بقى مش طايقاني وبتغير مني. هل العلاقه دي هتبقى صح ولا تبقى غلط؟ اولا ايوه، ايا يكن في فرق ما بينكم 10 سنين، انت اكبر هو اصغر، المشكله بتاعت الام دي مكمله معانا. صحيح، ايا يكن، صحيح، مش اي حجج وخلاص، صحيح. هي مكمله معانا. صحيح. حته بقى ان هو اصغر منها ب10 سنين وهي بتدلعه، دي حته مهمه. هتقعد بقى تشيل وتدلع وتوجه ومش عارفه ايه، الواحد يعني، وهتشيل نفسها. طب خدوني شيلوني معاكم بقى. صح. فيعني تفشكل هذا المشروع بصراحه. وانا كمان بصراحه مع زين. اولا هي فعلا قالت نظريه، هي مشكله مامته دي لن تنتهي. يعني انت اكبر منه او اصغر منه، طالما مامته بتغير منك هتفضل طول عمرها بتغير منك. وبعدين انا ليه اخد واحد يعني، بس الحب لو لا بتحبه. مش يعني فرق السن دي يعني. اصل هو مثلا لو هي مثلا 45 او 44 وهو 34 او 35 تمشي، يبقى ناضج وتبقى ناضج بتحبه. خلاص استحملي بقى، ما هي الحياه برضو خد وهات، ما حدش بياخد كل حاجه من الدنيا. بس هي بتسالني هل العلاقه دي تبقى صح ولا غلط؟ لا لا من الاخر، لا يا زينه، من الاخر جابت لك من الاخر وقالت لك لا. هو انا مش مشكلتي مش في السن على فكره، هو عادي ان انا يعني انا لو جالي حد مناسب واصغر مني ب10 سنين لا مش هتجوزه. صعبه قوي، صعبه قوي. لا هي صعبه، يعني هحس ان انا مامته. لا ما تتجوزيهوش، لا حتى لو كنتي أربعينية لا تقدمي على هذه الخطوة. وهيقولوا عليكي أزمة منتصف العمر واتجوزتي واحد قد عيالك وداخل ياخد فلوسك. لا لا، مش مهم المشروع ده، فشكليه.